سيدي العباس من خلال جريدة الروبري دو سيدي العباس، فليتفضل مشكورا ومدة المداخلة 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول للأساتذة فضلكم الأخيرين احترام الوقت. بداية أتوجه بجزيل الشكر إلى كلية العلوم الميزانية والاجتماعية وكل طاقم القائم على المجتمع الكريم على حسن الاستضافة. المداخلة التي كما تفضل الأستاذ الدكتور حول جريمة كولونيالية محلية لمدينة سيدي العباس. صحيح أن فرنسا سيطرت على الجزائر بالحديد والدم، إلا أنها لم تستعين بهذه الوسائل فقط، وإنما وظفت في إطار المشروع الاستيطاني الذي تطرقته في الجزائر ترسانة من الصحف الكولونيالية، ويجد مطالع عشرات من العناوين سواء كانت على المستوى المحلي أم على المستوى الوطني. وباعتبار أن مدينة سيدي العباس هي مدينة كولونيالية شهدت الاحتلال الفرنسي بداية من 1843 إلى غاية أن المرسوم الرسمي صادر في 5 جانفي 1849. أريد لهذه المدينة أن تكون مدينة كولونيالية بامتياز كما كانت تصفها الكتابات بالدارس الصغيرة، وأنها يعني مدينة الفن ومدينة الحفلات الغنائية وغيرها من الأمور. خصصت إحدى الجرائد ألا وهي البروبرتي دو سيدي العباس. هي جريدة مهمة كما سمعتم، ستعطينا يعني العديد من الملامح والجوانب الاجتماعية والجوانب الاقتصادية وحتى الفنية للمجتمع الأوروبي. كوصف للجريدة، تأسست هذه الجريدة سنة 1882 على يد شارل لافالي. مقرها كان بريكاتينا حاليا سينما فوكس سيدي العباس، أين كانت هناك مقر الجريدة ومطبعتها. الجريدة هي يمكن وصفها أنها جريدة اقتصادية بامتياز، لأن في صفحاتها طبعا كانت قليلة 4 صفحات، إلا ونجد فيها الإعلانات. توجه الجريدة لم يكن سياسي، ففي افتتاحية عام 1893 أكد المستحيل أنه الجريدة لا تهتم بالأحداث السياسية، وإنما تضع في الاعتبار الأول الطابع الاقتصادي للمدينة والأنشطة الاقتصادية للقرى. أعداد الجريدة يمكن القول أنها جريدة أسبوعية، لكنها شهدت تذبذبا في صدورها. طبعا جريدة متاحة للتحميل في موقع كاليكا، متوفر لنا 1825 عدد، لكن صدورها كان متذبذب، مرة نجد 66 عدد في سنة، مرة 98، مرة 102 وغيرها من يعني الأرقام المتذبذبة. اسم الجريدة في البداية لما تسمى البروبري دو العباس، ثم أصبحت اسمها أضاف لها كلمة سيدي. من دائما نجد أن الكتابات الفرنسية لها مشكل مع التسمية، من أن سيدي العباس تسمية فرنسية، لكن كان إشكال مع كلمة سيدي. حتى في المقالات لا نجد كلمة سيدي العباس، نجد فقط بالعباس، وهو يعني تقريبا إشكال. هل الفرنسيين كانوا يتحرجون من يعني كلمة سيدي اللي هي عبارة عليها طابع مقدس. الجريدة كانت تتيح خدمة الاشتراك السنوي كما هو موجود في الصفحة الأولى في فيستيفال العباس 10 فرنسي، القطع الوهمية 11 فرنسي وغيرها. الواجهة تضم معلومات عامة، قلنا السعر الاشتراك، نجد اليوم الذي نطبع فيه، اليوم شهر السنة، رقم العدد، عمر الجريدة، أسعار الإعلانات، مقرها واسم المؤسس واسم رئيس التحرير. تضم مجموعة من العناوين مثل نجد لو كرونيك باريزيان،
فيها بعض الأحداث التي تجري في فرنسا، أونغلامون يعني دي روسيت، كرونيك لوكال أخبار حول المدينة، لو كرونيك تياترال لأن نجد أن في هذه الجريدة تتبع دقيق لكل المسرحيات أو العروض المسرحية التي كانت تقدم في المدينة، أيضا بروغرام سبورتيف أخبار رياضية، وبلوك نوت مخصص للمواليد والوفيات وإعلانات الزواج طبعا للأوروبيين، طبعا مع تهميش تام للجزائريين إلا في حالة واحدة. سؤال مطروح بما أنه معنا ملك مصر، في ماذا يمكن أن تفيدنا جريدة البروغرام دو سيد العباس؟ ممكن أن ندرس من خلال هذا 1925 طبعا أنا سأتصرف على سنة واحدة ألا وهي سنة 1930. يمكن أن ندرس من خلالها تاريخ الفن لسيدي العباس لأن فيها عشرات الأسماء لكل العروض المسرحية التي كانت تقام في المدينة. يمكن أن ندرس أيضا الشخصيات الأدبية التي كانت تزور المدينة لأنه كانت هناك جمعية خاصة بتقديم المحاضرات على أبرز من صارها هو الأديب أوري بوردو في مارس 1930. كما يمكن أن ندرس من خلالها تاريخ النشاط الجمعوي الأوروبي لأن فيها أسماء العديد من الجمعيات الخيرية والجمعيات الثقافية وحتى الجمعيات الفنية. يمكن أيضا ندرس أسماء نجد فيها أسماء المشتغلين بالسلك القانوني لأن الجريدة أيضا كانت مخولة لنشر الأحكام القضائية. كانت أيضا تنشر الأسماء أو الإعلانات القضائية نجد فيها أسماء المواطنين الأوروبيين بسيد العباس. لعل أبرز ما لاحظته في عدد 1930 انعكاسات الأزمة الاقتصادية لأننا نجد فيها عشرات من حالات إعلان أو إفلاس التجار الأوروبيين وحتى التجار الجزائريين الذين كانوا يستدعون إلى المحكمة الابتدائية لتسوية ديون. مثلا أسماء بعض التجار جاكوب لونغري، ليفي أبراهام، التاجر الجزائري إبراهيم قاسي، التاجر لويس مايدر، أميران بيشاب، لويس ميكال وغيرها. إذا أخونا تحاول أن هذه الجريدة مهمة فيها آثار بحثية يمكن يعني تخصيصها في بحوث، مقالات، مذكرات مصر لدراسة حركية المجتمع الأوروبي في مدينة سيدي العباس. طبعا هي جريدة كولونيالية همشت تهميش تام الجزائريين